اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل بسكوت صحي بدون اي دقيق، بطريقه سهله جدا وطريقه صحيه هتعمليه في البيت. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايه كبيره من جوز الهند، معلقتين من عسل النحل، 3 معالق من زبده فول سوداني، بيضه، عندي بيكنج باودر وفانيليا. اول حاجه محضره عندي البوله، نزلت فيها بالبيضه مع نقطتين من الفانيليا. هبتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي معلقتين عسل نحل، انا هحلي بعسل النحل بدون اي اضافة سكر. هبتدي اقلبهم مع بعض. هجيب عندي بقى 3 معالق من زبدة الفول السوداني. وده عملناها ازاي؟ جبت الفول السوداني قشرتيه وحطيتيه في المطحنة بتاعة الخلاط، فضلت اطحنه لحد ما القوام بقى بالشكل ده بدون اي اضافات، زي ما انت شايفة بالشكل ده. قلبتهم مع بعض. بعد كده هجيب عندي كوباية من جوز الهند الناعمة، هتطحنيها لحد ما تبقى ناعمة معاكي خالص بالشكل ده. معاها نص معلقة من البيكنج باودر. وهبتدي بقى اقلب كل المكونات مع بعضها لحد ما تشكل عندي عجينة طرية من غير اي تشققات، زي ما انت شايفة بالشكل دوت. بطريقة صحية هتعملي بسكوت بجوز الهند طعمه بجد تحفة، زي ما انت شايفة اهي. هجيب بقى عندي مفرش العجين، فردت عليه كيس تلاجة من تحت وكيس تلاجة من فوق، وبدأت افردها بالنشابة لحد ما تديني القوام دوت. هجيب عندي بقى اي قطاعة عندك شكلي بيها زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا اخترت قطاعة على شكل قلب. هرصها بقى عندي في صينية مدهونة دهنة زيت بسيطة، وهبتدي ارص قطع البسكوت. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول ما ياخد اللون الذهبي من تحت اولع الشوايه، وهياخد اللون الذهبي من فوق، وهيطلع معايا بالشكل ده طالع مقرمش، وطعمه بجد تحفه يا جماعه، ريحته خطيره زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. هجيب عندي بقى صوص شوكولاته دارك مسيحاه في الميكروويف، وعندي سوداني مجروش هزين بيه. طريقه سهله جدا وطريقه صحيه، تعملي بسكوت بجوز الهند طعمه بجد تحفه. هيناسبك جدا لو انت عامله نظام غذائي كسناكس بين الوجبات بدون اي دقيق. زي ما انت شايفة شكله شيك جدا في التقديم، طعمه بجد تحفة. اعمليه بنفس الطريقة، اي حد هيدوق منه هيعجبه جدا، طعمه بجد حكاية يا جماعة. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات صحية كتير بإذن الله هنعملها مع بعض. لو اي وصفة انت عايزاها اكتبيلي في الكومنتات، وبإذن الله هننفذها في القناة. ما تنسيش اللايك والشير، وألف هنا وشفا. السلام عليكم.